حبايبي الحلوين، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب بداية سنة سعيدة عليكم. النهاردة بقى هنعمل فطيرة، بس مش اي فطيرة، دي فطيرة الوردة. هنعملها بعجينة تحفة وبأسهل طريقة. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. في البداية هنحتاج كوب حليب دافي، نحط عليه 3 معالق كبار سكر ومعلقة كبيرة خميرة. نقلبهم بقى مع بعض كويس وننزل عليهم ببيضة. طالما في بيض يبقى لازم معلقة صغيرة فانيليا ومعلقة صغيرة خل. نقلبهم بقى كويس مع بعض وننزل ب4 أكواب دقيق مخبوزات أو دقيق جميع الاستعمالات. نضيف بقى على الدقيق معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة ملح. نلم بقى الدقيق ونعجن كويس قوي لحد ما الدقيق كله يلم معانا. بعد كده هننزل بربع كوب زبدة على زيت، وممكن زيت بس او زبدة بس. نعجن بقى كويس لحد ما العجينة تبقى ناعمة معانا. نغطي عليها ونسيبها ساعة في مكان دافي عشان تخمر. وده شكل العجينة بعد التخمير، تحفة. ناخد بقى العجينة ونقطعها قطع متساوية، ونبدأ نعملها كور قد بعض. نخلص بقى كل العجين وناخد كورة ونفردها بالشكل ده. وانا هنا هحشي بتمر، حطيت عليه معلقة كبيرة سمسم ومعلقة زبدة، ممكن برضو نستخدم مكان الزبدة زيت، وعجنته كويس. نبدأ بقى ناخد قطعة ونفردها ونحطها على العجينة بالشكل ده. نلم أطراف العجينة على بعضها ونجيب شوكة ونبدأ نضغط على طرف العجينة بالشكل ده. شايفين الجمال؟ نجيب بقى صينية ونحط فيها القطعة اللي عملناها. هعمل لكم كمان واحدة. نحطها بقى فوق التانية من الطرف. نخلص بقى كل الكمية ونرصهم فوق بعض بالشكل ده، هيدينا في الاخر شكل وردة. واخر قطعة هنحشيها برضو، بس هنسيبها كورة زي ما هي وهنحطها في النص. نغطي بقى على وردتنا الجميلة ونسيبها نص ساعة في مكان دافي عشان تخمر تاني. بعد التخمير نجيب بقى ربع كوب حليب وندهن الجميلة بتاعتنا ونرش حبة البركة وسمسم على أطراف الوردة. ندخل بقى الوردة فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة، واخر 5 دقايق نفتح الشواية عشان تاخد لون ذهبي جميل. وده شكل الفطيرة التحفة بعد ما خرجت من الفرن وهي لسه سخنة. نجيب معلقتين زبدة وندهن الفطيرة، والخطوة دي اختياري بس هي بتدي طعم تحفة. نغطي عليها بقى ونسيبها 10 دقايق عشان تفضل طرية وهشة معانا. بعد كده نخرجها بقى من الصينية. شايفين الجمال؟ واخدة لون ذهبي تحفة، خفيفة جدا، مش قادرة اوصف لكم ريحتها وطعمها كانوا عاملين ازاي. حاجة كده في منتهى الجمال، حكاية بجد. ممكن تحشوها على فكرة اي حشوة تفضلوها، هتبقى حلوة قوي لو اتحشت جبنة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ومستنية تطبيقاتكم وتعليقاتكم الجميلة، وبألف هنا وشفا مقدما على قلوبكم.